عايزين أكلات اقتصادية، عايزين أكلات على قد إيدينا، بس في نفس الوقت يكون حلوة، يكون طعمها حلو، تكون متحبشة كده، شكلها كده يفتح النفس. سريعة كمان في التحضير للي ما عندهمش وقت يقفوا كتير في المطبخ. شايفين الطبق الجميل ده؟ شايفين كمية الألوان الجميلة والعناصر الغذائية اللي فيه والفيتامينات؟ يعني فيه كمية خضار حلوة جدا، غني جدا ومشبع جدا واقتصادي، ومكوناته كمان كلها عندنا في البيت. وكمان ما بياخدش وقت في تحضيره، يعني كله كده 10 دقايق، اقل من 10 دقايق هتكوني مجهزة الطبق الجميل الحلو الجميل ده. معايا هنا حبيتين من البطاطس او 3 حبات، قطعتهم كده مكعبات، ما تكونش سميكة قوي يعني مش تخينة قوي، عشان خاطر تستوي معانا كده على طول. ومعايا واحدة من البدنجان كده، لو كبيرة لو صغير هنعمل كده 2 على حسب الرغبة يعني. شايفين البدنجانية من جوه يعني قشطة كده، مش مبذر ولا حاجة. نفس النظام هقطعه برضو مكعبات، برضو نفس النظام، مش تخينة قوي ومش رقيقة قوي، مكعبات كده زي ما انتوا شايفين، كل حاجة نقطعها كده مكعبات. هحطهم بقى في البولة ديت، وهديهم رشة من الملح ورشة كده من الدقيق. الدقيق مع الملح بيمنع البتنجان ان هو يشرب زيت، فهديله رشة من ده ورشة من ده، وانطقهم كده مع بعض. بعد كده هروح بقى في الطاسة على البوتاجاز، هحط زيت وهقلي البطاطس. بعد الزيت ما سخن معايا، نزلت بالبطاطس كده من وقت للتاني، هديها تقليبة كده عشان خاطر كلها تستوي معايا سوا مظبوط، وتاخد اللون الموحد كده معايا. اخدت معايا اللون الذهبي كده واستوت كده تمام زي الفل. هبدأ اطلعها من الزيت، ومكانها هقلي البتنجان. لو الزيت عندي كتير بتاع البطاطس انقصيه شوية وقللي شوية، وبعدين هنزل بيه البتنجان. تمام كده زي الفل. هحط بقى البدنجان، اقلي البدنجان بقى عشان كتير اكتر من البطاطس، هقليهم على مرتين. برضو هو مكعبات كده صغيرة، مش بياخد وقت في القلية بتاعته. البطاطس بعد ما طلعتها سخنة كده، عطيتها رشة من الملح كده عشان املح البطاطس، وبعد كده هنملح الخلطة كلها مع بعض. برضو مع التقليب المستمر كده في البدنجان عشان كله ياخد اللون المظبوط معايا، وهو بيستوي بسرعة، المكعبات ده بيستوي بسرعة. هطلع بقى البتنجان كده، خلاص قليت البتنجان والبطاطس. هنيجي بقى نشوف الخلطة الحلوة. شايفين طبق الالوان الجميل ده، طبق الفيتامينات ده حلو قوي. معايا حبيتين كده من الطماطم، او 3 على حسب كده حجمهم، وهقطعهم كده قطع صغيرة زي السلطة. معايا بقى قرن فلفل رومي، قرن فلفل حامي عشان نشطشطه بقى كده يفتح النفس. معايا بصلاية، ومعايا بقدونس، ومعايا توم مفروم، وليمون. يعني شايفين الخلطة الحلوة اللي انا بقول لكم عليها دي بجد رهيبة يعني. ده كده البقدونس، لو مش موجود عندك البقدونس ممكن تبدلي بالكزبرة الخضراء. هقطعهم برضو افرمهم كده ناعم. قطعت الفلفل الرومي والفلفل الحامي والطماطم، ومعايا برضو بصلاية كده. يعني عايزة اقول لكم زودوا في الخلطة دي، بجد بتبقى حلوة قوي، يعني النتيجة النهائية كده يعني بجد بتخلص بسرعة، بتبقى حلوة قوي. هقطع برضو البصل كده شرايح بقى وتقطيع صغيرة، اللي تحبوه يعني. قطعت خلاص كده الخضار بتاعي، هنزل بيه كده، هجيب طبق كده غويط عشان نقلب بقى الحاجات بتاعتنا كلها. شايفين بقى الالوان بجد حلو جدا. هنضيف بقى، هنملحه بقى رشة كده من الملح ورشة من الكمون ورشة من الكزبرة، بس مش هنضيف توابل تانية. ومعايا هنا ليمونة، عصير ليمونة. كل الحاجات دي بقى التوابل والليمون والحاجات اللي هنحطها بقى اللي هتدينا الطعم والريحة الجميلة للخلطة بتاعتنا دي. معلقتين كبار من الخل، وفصين من الثوم المفروم. وقلبي بقى الكلام الجميل ده كله. شوفوا بقى هو عبارة عن سلطة كده، طماطم، فلفل رومي، فلفل حامي، وبقدونس وتوم وليمون والتوابل بتاعتنا. بعد كده هنضيف عليهم بقى مكعبات البطاطس والبتنجان اللي احنا قليناهم. بصوا بقى مش شاربين زيت خالص، انا بوريكم المنديل نضيف خالص، ولا البتنجان ولا البطاطس شاربين زيت خالص. هقلبهم بقى، قلبي بقى كل الكلام الجميل ده، بجد مش قادره اوصف لكم الريحه بتاعه الخلطه التحفه دي، وانا بقلب فيه كده ريحته بجد حلوه قوي تفتح النفس يعني. قلبيهم كويس قوي، وسيبيهم قبل ما تغرفيهم او تقدميهم
5 دقايق كده لغاية ما يتشربوا كده من الخلطة والتوابل الحلوة، والخضار بتاعنا اللي هو البطاطس والبتنجان يشربوا من الخلطة الحلوة اللي احنا عملناها. وقدميه بقى بالشكل الجميل ده، يعني بألف هنا وشفا للي هيعمله واللي هياكله. شايفين بجد الطبق يعني لوحة فنية كده من الألوان، من الفيتامينات اللي فيه. طبق بسيط، طبق سريع كمان، مش بياخد وقت معانا خالص في التحضير. بتمنى يعجبكم، وما تنسوش لايك ومتابعة للصفحة بتاعتي.